الله يسعد لي ما أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم بمطبخ نسرين. أكلتنا لليوم راح تكون صينية البطاطا بالفرن. إن شاء الله تنال إعجابكم ونستاهل منكم الضغط على جرس الاشتراك. عندي كيلو ونص بطاطا ونص كيلو فخاد دجاج. انتو الكمية اللي بدكم إياها دجاج فيكم تحطوا، والنوع اللي بدكم إياه، يعني تحطوا الجوانح، الصدر، الرقبة اللي بدكم إياه. هلا أنا طبعا غاسلته للفخاد ومجهزته مسبقا. عندي البهارات، نص معلقة صغيرة كاري، وعندي معلقة صغيرة بودرة بصل، ومعلقة صغيرة بودرة ثوم، ومعلقة صغيرة أو ربع معلقة صغيرة ماجي، وربع معلقة صغيرة كركم، ومعلقة ملح صغيرة، ونص معلقة صغيرة كزبرة يابسة، وآخر مكون هو معلقة صغيرة بابريكا. بنخلطهم مع بعض ونحطهم على جنب لوقتهم. هلا الصوص، كاسة لبن هنضيفهم بالخلاط هدول، وإذا ما تواجد الخلاط بدكم تخفقوهم على إيدكم لحتى يتجانسوا كلاتهم مع بعض. ونص كاسة زيت، ونص الثاني لبهارات البطاطا. عندي ليمونة باشرتها وأخذي منها بس الصفار اللي فوق، قطعة صغيرة فليفلة حمراء الموجودة عندي طبعا، قطعة صغيرة فليفلة حمراء حلوة شاويتها نص شوا، مع قرن فليفل صغير حد كتير أخضر كمان شاويته نص شوا. وراح هلا أضيف البهارات، معلقة صغيرة هيل، ربع معلقة صغيرة قرفة، معلقة صغيرة زنجبيل، معلقة صغيرة بابريكا، ونص معلقة صغيرة فلفل أسود. طبعا لا تنسوا كمان من الدبس بندورة، معلقتين طعام، ومعلقتين صغار ملح. وهلا بنخلطهم تقريبا شي دقيقتين لثلاث دقايق، وبعدين بنحطهم فوق الفخاد. اول شي الفخاد نحن عم نقطعها، بس لورجيكم كيف عم نقطعها. انا عم بعمل لها حز صغير، شوفوا شلون، يعني مشان بس يفوت الصوص لجوا ويتشربوا كلياتهم من نفس النكهة. ما تغمقوا كتير، يعني ما تفوتوا السكين كتير، يدوب بس هيك شق صغير من فوق. هلا نحن بدنا نضيف الصوص ومنسكر عليها، منغلفها ومنحطها بالبراد. قد ما بدكم فيكم تحطوها وقت، ربع ساعة، نص ساعة، ساعة 24 ساعة اللي بدكم اياه. انا راح اخليهم تقريبا نص ساعة. صدقوني كلته راح يتشرب من نفس النكهة، وما في داعي احيانا اللي مضطر، يعني ما في داعي للنقع اكتر من نص ساعة او ربع ساعة حتى، لانه هو بالفرن راح تاخد الاستوى اللي بدها اياه، وراح تاخد راح تتشرب من نفس النكهة كلياتها، راح تتبخر لأنها. هلا عنا البطاطا انا مقشرتها مسبقا ومغسلتها، وراح اقطعها قدامكم. هلا البطاطا ما في داعي تشرحوها بالنص، مثل ما هي حبة البطاطا، آه، بس انه بدي اياها قطعة تكون قطعة انه وسط، لا تخينة ولا صغير ولا نحيفة، يعني لا رفيعة ولا كبيرة. والبصل نفس الشيء، انا عم شرحه تشريح بس شرايح بصل. انتوا اذا بتحبوا تحطوا البصله مثل ما هي، تحبوا تقسموها اربع اجزاء، او بتحبوا مثلا آه، جزئين، هذا الشيء بيرجع لكم. تحطوها كمان مثل ما هي، مثل ما بدكم. والبندوره نفس الشيء، بس المهم تكون الحبات وسط، واذا كانت صغيره بيكون احسن.
هلا البهارات نحن رح نضيف نص كاسة زيت ونخلطهم منيح منيح، ما نترك اي تكتلات فيها، وبعدين بنضيفها فوق البطاطا. وبعدين اذا بتحبوا تستعملوا ايديكم بعد ما تغسلوها طبعا، تخلوهم كلياتهم انه تخلطوا البطاطا كلها بالبهارات مشان يتشربوا كلهم من نفس الصوص. هلا رح نضيف البصل، نضيف البصل ونضيف البندورة، وبعدين رح ننزل الصوص مع الفخاد. طبعا انا هلا بعد ما نزلت الفخاد والصوص فوقهم، حطيت ورق زبدة والقصدير، مشان لازم نسكرها منيح منيح مشان من جوا انه ما يطلع البخار لبرا. وهلا انا حطيتها بالفرن على حرارة 160 من تحت، وبتحبوا تشغلوها من فوق ما في مشكلة على 100 كمان و60. اما اذا من فوق مو شغال ما في مشكلة، خلوها على 160 من تحت وان شاء الله بتستوي مثل ما بدكم. طبعا انا هلا مجهزه ست سنن توم، دقيتهم منيح وضايفه فوقهم ليمونتين عصرتهم ومجهزتهم. رح نضيفهم بس تطلع الصينيه. طبعا بعد ما نأمرها من فوق كمان، بعد ما نشيل القصدير ورق الزبده رح نأمرها من فوق لحتى تطلع معنا بهذا الشكل مثل ما انكم شايفين. طبعا اخذت معي انا ساعه. هلا رح اضيف فوقها هيك اكلتنا جاهزه. رح اضيف فوقها بس الثوم والليمون. انتوا لو بتشموا الريحه، لو شامين الريحه عن جد شيء رائع، واكيد الطعمه رح تطلع مثل ما انتوا بتتمنوا اكتر ان شاء الله. زيت وصحه وهنا.